جن ياتي جتساجن ويغسق الجرح مدانس نياتي جن وكأن الغساق والغسيق واحد خسقون معنان تقوتيت غسلين غسلين ججون كل شيء غسلته كل شيء ليته فخرج منه شيء والرابانيت فهو غسلين ونراباس غسلين فعلين وزن فعلين وزن غسلين فعلين من الغسل غسل الراب من الجرح مدارة والدبر أماس والدبري دبري الراجج دبري مدارتي ودوتي وقال إكرمة إكرمان أكجي متى قال جج دبرين كن إكرمان أكجي حسب جهنم ججون حطبوا في الحبشة حطبوا قرآن جهنم ججو لغة بشات وقال غيره أما حسبوت لغة بشات وقال خيرون من برو كجان حاسبا ججون الريح العاصف اللي سبوب بيفتو ججون والحاسب ما ترمي به الريح أما حاسبون كوان كله سدر بيتو ومنه حسب جهنم سنمر يحسب جهنم يرمى به في جهنم كيس دربو قدمادا هم حسبها إنسان قرآن سيتي ججو ويقال حسب في الأرض أكنا اللي نجان ذهب ديم ججو والحسب مشتق من حسباء الحجارة كرجة دخارة سديد ججون قيح ودم ملافديغا خبت ججون طفئت دام تججو تورون ججون تستخرجون بالدرابة فتنججو أوريت يقال أوريت جن أوقدت قبسيس ججو للمقوين ججون للمسافرين ورحرايا أو ججو والقيو جن الكفر برها ججو وقال ابن العباس صراط الجحيم سواء الجحيم ووسط الجحيم لشوبا من حميم يغلط طعامهم ويساط بالحميم زفير وشهيق صوت شديد وصوت ضعيف وردا عطاشا غيا خسرانا وقال مجاهد يسجرون توقد لهم النار ونحاس الصفر يصب على رؤوسهم يقال ذوقوا باشروا وجربوا وليس هذا من ذوق الفم مارج خالص من النار مرج الأمير رعيته إذا خلاهم يعدو بعضهم على بعض مريج ملتبس مرج أمر الناس أي اختلف مرج البحرين مرج تدابتك هو مرج البارين هو كقولك قولي برخد مرجت دابتك تركتها ليف تجيجو حدثنا ابو الوليد بن شعبة عن مهاجر ابي الحسن قال سمعت زيد بن وهب يقول سمعت ابا ذر رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال ابرد ثم قال ابرد حتى فالف يعني للتلول ثم قال ابرد بالصلاه فان شئت الحرم في جهنم جنم بن يسوع سفيان عمشيا زكوان عن ابي سعيد رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ابرد بالصلاه فان شئت الحرم في جهنم. حدثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب بن الزهري قال حدثني ابو سلمة بن عبد الرحمن انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكت النار الى ربي فقالت ربي اكل بعدي بعدا فاذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فاشد ما تجدون من الحر او اشد ما تجدون من الزمهرير. حدثنا عبد الله بن محمد بن ابي عامر هو العقدي حدثنا امام عن ابي جام جمره الدبعي قال كنت جالس من عباس بما قال فاخذتني الحمى فقال ابردها عنك بماء زمزم فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم من في جهنم فابردوها بالماء او قال بماء زمزم شك همام. حدثنا عمرو بن عباس حدثنا عبد الرحمن بن سفيان النبي عن عباية بن رفاعة قال اخبرني رافع بن خديج قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم من فور جهنم فابردوها عنكم بالماء. السلام عليكم بن اسماعيل سنة عائشة بن وطن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم من في جهنم فابردوها بالماء. سنة مسدنا اياها عن عبد الله قال سيدنا في عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم من في جهنم فابردوها بالماء. حدثنا اسماعيل بن ابي اويس قال سيدنا مالك النبي سنة عن النبي رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ناركم
موجز من 70 جزءا من نار جهنم. قيل يا رسول الله إن كان لكافية قال فضلت عليهن ب69 جزءا كلهن مثل جهرها. حدثنا قتيبة بن سعيد بن سفيان عن عمرو سمع عطاء يخبر عن صفوان بن علي عن أبي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك. حدثنا علي بن سفيان مشى عن أبي وائل قال قيل لأسامة لو أتيت فلانا لو أتيت فلانا قبلت هو عثمان بن عفان فكلمته قال إنكم لترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم إني أكلمه في السر دون أن أفتح بابا لا أكون أول من فتحه ولا أقول لرجل أن كان علي أميرا إنه خير الناس بعد شيء سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وما سمعته يقول قال سمعته يقول يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أكتابه في النار فيدور كما يدور الحمار برحاه فيتمع النار عليه ويقول أي فلان ما شأنك إذا كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر قال كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. رواه غندر عن شعبة عن الأعمش رواه علي الغدا باب صفة إبليس وجنوده. وقال مجاهد يقذفون يرمون دحورا مطرودين واسب دائم. وقال ابن عباس دحورا مطرودا يقال مريدا ممردا بتكه قطعه واستفزز استخف بخيلك الفرسان والرجل الرجالة واحدها راجل مثل صاحب وصاحب وتاجر وتجر لأهتنكن لأستأصلن قرين شيطان. حدثنا ابراهيم بن موسى بن عيسى عن هشام بن النبي انس رضي الله عنها قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس كتب الي هشام انه سمعه ووعاه عن ابي انس قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم متى كان يخيل لي انه يفعل شيء وما يفعل حتى كان ذات يوم دعا ودعا ثم قال أشعرت أن الله أفتاني فيما فيه شفاء. أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي فقال أحدهما إلى آخر ما وجه الرجل قال مطبوب قال ومن طبه قال لبيد بن العاصم قال في مزا قال في مشت ومشاقة في مشت وجف طلعة ذكر مشاقة أنك كون تريتان ما استخرج من الكتان خذوا في ريفنسامت في لافي أنك كون تري روان بو وجف طلعة ذكر أما قولنا درارة تمرا خريرا خيست قال فإنه هو قال في بئر زلوان فخرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع فقال لعائشة حين رجع نخلها كأنه رؤوس الشياطين فقلت استغريته فقال لا أما أنا فقد شفاني الله وخشيت أن يثير ذلك على الناس شرا ثم دفنت البئر. حدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال حدثني أخي عن سليمان بن بلال أيام بن سعيد عن سعيد المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأكل الشيطان لا كافية رأس أحدكم إذا هو نائم 3 عقد يجرب كل عقدة مكانها عليك ليلة طويل فارقد فإن استيقظ فقد ذكر الله إن لت عقدة فإن انتهت إن لت عقدة فإن صلى إن لت عقدته كلها فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا فأصبح خبيث النفس كسلانا. حدثنا عثمان بن أبي شيبة نجر عن منصور بن أبي وائل بن عبد الله رضي الله عنه قال ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه أو قال في أذنه. حدثنا مسلم بن إسماعيل حدثنا عمام بن منصور عن سالم بن أبي جاد عن قريب بن عباس رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم قال أما إن أحدكم إذا أتى أهله وقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فرزق ولدا لم يضره الشيطان. حدثنا محمد بن أخبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبي عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تبرز وإذا غاب حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تغيب ولا تهينوا بصلاتكم طلوع الشمس.
إن قصدنا صلاة غيثن بادوتي ولا غروبها آه. فإنها يطلب بين قرني الشيطان أو الشيطان لا أدري أي ذلك قال هشام حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا يونس بن حميد بن الله عن أبي صالح النبي سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بين يدي أحدكم شيء وهو يصلي فليمنعه فإن أبى فليمنعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. وقال اسمه بن حيثم حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة رمضان فأتاني آت فجعل يأس من الطعام فأخذته فقلت لا أعرفنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وقال إن إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. قرام الدلتان فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب ذاك شيطان حدثنا يا ابن كنة ليس عن بن شهاب قال أخبرني عروة بن زبير قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي الشيطان وحدكم فيقول من خلق كذا ومن خلق كذا حتى يقول من خلق ربك فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي. حدثنا يا ابن كنة ليس قال حدثني وكيل بن شهاب قال حدثني ابن أبي أنيس أنس مولى التيميين أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. حدثنا حميد حدثنا سفيان حدثنا عمرو قال أخبرني سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس فقال حدثنا أبي بن كعب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن موسى قال لفتاه آتنا غداءنا قال رأيت إذا أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن يذكره ولم يجد موسى أن حتى جاوز المكان الذي أمر الله به. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن عبد الله بن دينار عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير إلى المشرق فقال ها إن الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان. حدثنا يا ابن جابر حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا ابن جريج قال أخبرني عطاء بن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استجنح الليل أو قال جنح الليل فكفوا صبيانكم فإن الشيطان تنتشر حينئذ فإذا ذهب ساعة من العشاء فخلوهم وأغلق بابك واذكر اسم الله وأطفئ مصباحك واذكر اسم الله وأوكي سقاءك واذكر اسم الله وخمر إناءك واذكر اسم الله ولو تعرض عليه شيء. حدثني محمد بن غيلان حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر بن سوري عن علي بن حسين عن سفينة بنت حيي قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيت أزور ليلا فحدثته ثم قمت فانقلبت فقام معي ليقبلني وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد فمر رجلا من الأنصار فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أسرع فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما فإنها صفية بنت حيي فقال سبحان الله يا رسول الله قال إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما سوءا أو قال شيئا. حتى عبدا أنا بهمرة عن الأعمش عن أبي بن ثابت سليمان بن سرد قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستابان فأحدهما أيمر وجهه فقد أوداجه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قال ذاب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان ذاب عنه ما يجد. فقالوا له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذ بالله من الشيطان فقال وهل بي جنون. حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا منصور عن سالم بن أبي جعد عن قريب عن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أتى له قال اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني فإن كان بينهما ولد لم يضره الشيطان ولم يسلط عليه. قال وحدثنا الأعمش عن سالم قال وحدثنا الأعمش قال لين يجي أما اللين وفاسه أمشين واسه شوبجة عن سالم عن قريب عن ابن عباس له حدثنا محمد بن حدثنا شعبة ماشي هاتين شيخ شوبة خدبر منصوري وحدثنا منصوري راتب حدثنا منصور رت أجرب الله تفسيرنا كي جو سوتا هنا هي لا تو